السلام عليكم ورحمة الله. بطاقة الناخب، هذه البطاقة من الآن تم شرائها من قبل المرشحين، صار لها ثمن، قاموا يروحون للبيوت المرشحين، البيت ابن عمه، البيت ابن خاله، البيت جوارينهم، البيت قرايبه، ويشتري. أنا أسألكم بالله، اللي يكون فاسد من البداية تتوقعون يصير براسه خير لو يكون محترم؟ ما هو من بداية الغيث فاسد، هو بعد كل شيء ما سوى راح اشترى بطايق، وهذه البطاقة ثمنها معروف، مرة أن يشتريها بمبردة، مرة أن يشتريها ببطانية، مرة أن يشتريها بمروحة، مرة أن يشتريها بفلوس. فبالتالي من بداية الغيث فساد، فشلون باكر من يصير صاحب قرار؟ بعدين أيها الأحبة الكرام، المرشح اللي يفتر بالبيوت هذا لا تثقون به، هذا ما عنده برنامج، هذا ما عنده شيء يتكلم به، لا نيابة عنه ولا نيابة عن حزبه. اللي عنده برنامج أن يسوي مؤتمر وأمام الناس يتكلم في المؤتمر عن برنامجه وعن برنامج حزبه اللي هو داخل به. لكن حرام الهوش يعرف حرام الدواب، هم واحد يعرف واحد. وبالتالي مرة واحدة خلونا نكون واثقين بأنفسنا، مرة واحدة الفاسد كون نعرفه فاسد ونعرفه ما محترم. كثير من المرشحين والله كان تتصل عليه 1000 مرة ما يجاوبك بالحياة الاعتيادية، لأن يعتبرك فقر، لأن يعتبرك أنت لا شيء، وما تروح تهوس له وأنت تسوي بس هو وبس، وهو ما يسوى عالم قطع عجل الله مسامعكم. فبالتالي أيها الأحبة الكرام، ما لكم شغلة بأن واحد يشير إليك شيخ عشيرتك يقول لك انتخب فلان، لا ما تنتخب فلان. شيخ عشيرتك شيخ بالعشيرة، ما مسؤول عنك بأنه أنت تنتخب فلان لو ما تنتخبه. رجل الدين ما مسؤول عنك، رجل الدين مسؤول، أنت مسؤوليته في الفقه في العقيدة، ما مسؤول عنك يوجهك يقول لك روح انتخب فلان. وعليه البزونة تعرف الحق من الباطل، الكلب يعرف الحق من الباطل، يعني الحيوان يعرف ويميز الحق من الباطل. فكيف احنا البشر الله منطينا عقول؟ مرة واحدة خلي نعرف إذا كان أكو شخص يخدم الوطن ننتخبه، ماكو واحد يخدم ما ننتخبه، ما مسؤولين عنه. أما عن اللي يشترون البطاقة، هذول من البداية فاسدين، هذول من البداية جايين للفساد وللتسلط على رؤوسنا. هذه رسالتي، أتمنى أن تصل. دمتم سالمين.